السلام عليكم ورحمة الله. غنشوفوا في هذا الفيديو هذه الموسيقى نتاعو اللي جات على الصفحه، كتب لي باش يكون في دقه نهار 2 ماي ونهار 3 ماي، ثم باش يسافر للمغرب. فما ناس قالت علاش ما جاش بالطاقم نتاعو الكل. نذكروا اللي انا مشاكل تنظيميه الرئيس لازمهم يتحطوا اون فالور. قداش عندنا من اماكن وتاريخ تونس معناتها لازم يتحط. هو اختار تونس قبل المغرب، ان شاء الله المغرب ما يعملوش خير منه. الحاجه وفي الويب وعندنا ويب سايت 80 مليون فيزيتور اون جينيرال. تونس هي ثاني وجهه يبحثوا عليها في افريقيا بعد المغرب. نقول لكم شنو هي شكون تونس وشنو هي تونس. خاطر ما عندهاش صوره خاصه. مثلا تاخذ المغرب، ايوه يقول لك بلد لاكا للسرس وللدهماني وحاطين بلاكا للكذا. ما يعرفوش اللي كان فما واحد المعماري ياخذ واحده مغربيه تعيش في الكاف باش ما تحسش اللي بلادها بعيده عليها. مرحبا بكم في فيديو جديد اللي غنشوفوا فيه كيفاش اعلام تونس بدا كيحط المغرب في واجهه النقاش باعترافات صريحه على السياحه، التنظيم والفن وحتى الصوره اللي ولا المغرب كيعطيها للعالم. في وقت بزاف ديال الدول مازال كتقلب كيفاش تبني هويتها، المغرب فرض راسه بالارقام، بالحضور وبالاهتمام العالمي اللي ولا كيكبر عام بعد عام. اللي غادي تسمعوا اليوم ماشي كلام صفحات ولا مبالغه، بل تصريحات خرجت من اعلاميين ومحللين بداو كيعترفوا بتغير الموازين في شمال افريقيا. لوكال. لكن اللي يهمني سيك السيد هذا اختار تونس باش يعمل لي كونسير نتاعو، اختار باش يعملها دون اون لوجيك دو بار بونز، معناها مركز على الجيتار والبيانو، ركز على السيت هذاك نتاع دقه، اللي هو زاد معناها نحبوا نعرفوا اللي براين ادمز فما غنيتين يظل كل واحده عامله 1 مليار دو فيو. بليز فورجيف مي، ما عادش كان تعرفوها نجموا تعديوها من بعد. دونك السيد هذا ينجم يكون يرجع لنا كيما مايكل جاكسون كي جا تونس. سامحني معناها كيما جانا مايكل جاكسون لتونس، هذوما ماذا بينا أن نكثروا منهم، خاصة باش نعملوا لو توريزم معناها بور ميتر اون فالور نو سيت اركيولوجيك كيما السيت نتاع ستار وورز، كيما السيت نتاع انديانا جونز، كيما معناها هذوما الكل سي دو سوفت باور. لازمنا نخدموا عليه ولازمنا نشكروهم ولازمنا نشجعوهم. ان توكا كي تمشيو على الصفحه الرسميه لبراين ادمز اللي هو عنده 1,600,000 متابع، كتب اخر حاجه نهار 23 ابريل، وكتب على الصفحه نتاعو اللي باش يكون في دقه. ولا هذه الموسيقى نتاعو اللي جات على الصفحه، كتب لي باش يكون في دقه نهار 2 ماي ونهار 3 ماي، ثم باش يسافر للمغرب. فما ناس قالت علاش ما جاش بالطاقم نتاعو الكل. نذكروا اللي انا كنت استضفت مدير المهرجان صديقنا مختار بالعاتق، وقال مساله امكانيات، على خاطر هو ساعه في الدوره هذه باش يكون هو ومعاه البيانيست، ولا كان باش يجيب الفرقه تولي غاليه برشا، فخيار منه. وهذيك ما جاش ولا هذه امكانيات حاجه خارقه ولا وقالها المدير وعاودناها. دونك الناس اللي مشات وتفاجئت اثنين. فما ناس جيشي فيرمي صحيح. فما ناس يمكن لقات مشاكل ما دخلتش وتغشت برشا خاطر الاسوام التذاكر غاليه. هوني يمكن ربما ننتظروا اكثر تنظيم من الناحيه هذه. ان توكا الرجل، وتعرفوا كيفاش عرف دقه، هو يتفرج في لي ريزو سوسيو وشاف انور براهم اللي هو يحب برشا انور براهم، براين ادم نوار العاشق، شاف انور براهم يعزف في مهرجان دقه. فسال الفريق اللي معاه قال لهم فين يغني هذا انور براهم، شنو هو المسرح هذا عمري ما شفته. فدخلوا وشافوا اللي هذاك في دقه في تونس، وقال لهم انا نحب نغني غادي. فالاتصال جاء منه هو انه يغني على هذا المسرح العريق. دونك ميساج فما مشاكل تنظيميه. الرئيس لازمهم يتحطوا اون فالور. قداش عندنا من اماكن وتاريخ تونس معناتها لازم يتحط. هو اختار تونس قبل المغرب، ان شاء الله المغرب ما يعملوش خير منه. الحاجه الباهيه هي عوده النجوم هذوما لتونس، خاطر عندنا مده احنا تو صحيح ما نعرفش نعرف اخر واحد وقتاش اللي صار. انت حكيت على هذيك بصراحه تونس اكبر حدث صار في البلاد هذه. العوده حتى كان فيها كذا وكذا ديجا مؤشر خارق العاده ومؤشر باهي. التوصيف السائح اللي معناتها اللي انتم تخدموا له توجهوا له الدليل هذا. بعنا 9000 خاطر مش بلاش كيما يقولوا المصريين، 9000 نسخه في 2025 لتونس. وفي الويب وعندنا ويب سايت 80 مليون فيزيتور اون جينيرال. تونس هي ثاني وجهه يبحثوا عليها في افريقيا بعد المغرب.
352 ألف زائر سنويا باش يعرف على تونس واش كاين، وين نقدر نروح، وين نقدر نشرب قهوه، وين نقدر نشرب رنجيله، وين نقدر نخرج مع لا فامي، وين نقدر نروح وحدي مع لا افيك اونتر امي. اون توكا احنا اون تو. هي سي بور لو ليكتور هو اللي يخير وين يروح. باش تعرف تونس بالشطوط نتاعها وماكلتها الحاره. فوالا هذه الانطلاقه سي لاتاك سي لينكيبيت دو لا بريفاس خلينا نقولوا اللي دونك باش تورينا كيفاش معنا بين الصوره اللي عندنا على تونس وهذه الحضاره اللي عندها آلاف السنين واللي تنطلق من قرطاج وحتى من قبل قرطاج اذا كان نرجعوا للحضاره القبسيه لا سيفيليزاسيون كابسيين. يعني حبيت تعاود تحط الامور في اطارها يا جماعه. اجي نقول لكم شكون تونس وشنو هي تونس. خاطر ما عندهاش صوره خاصه. مثلا تاخذ المغرب. ايوه. يقول لك بلد معناها لوثنتيسيتي. تاخذ الجزائر اول ما يجي لفكرك حرب الجزائر. تجي تقول تونس شنو ما تلقى لهاش صورة خاصة. علاش؟ خاطر هي الصور الكل آلات يونيفرسال. معناها هذه حاجة إيجابية بالنسبة لي. نحن اللي ما تقولش تونس حاجة برك. تونس الحضارات الكل. تونس اللي جابت معناها من أول الدنيا للمودرنيتي. تونس اللي بدت حاجات حتى في العالم. هذيك تونس اللي حبيت نوريها مش خاصة التوانسة يعرفوها، خاصة للأجانب. بنت الكيف وبنت الدهماني. علاش؟ على خاطر تفكرني في كلمه قالها منصف بشراره انثروبولوج مالوغوزمون مش عايشه هنا عايشه لبرا. وقت اللي هزيته اول مره للكيف قال الكيف سي لي غلاند دو لا تونيزي. واو. معناها الكيف كلها خيال وحكايات واساطير. والكيف الفن والكيف يعني ما عندناش برشا فلوس، ما عندناش دي مينغي دو واحد، ما عندناش بترول، ما عندناش، اما عندنا الخيال وعندنا الحكايات. دايوغ انت كي توصل للكيف وهذه نبدا بها لحكايه الكيف. كي توصل عندك بلاكه مكتوبه فيها كازابلانكا الدار البيضاء 2200 واش كيلومتر. الناس يضحكوا علينا يقول لك توا انتوما ما حطيتوش بلاكه للسرس وللدهماني وحاطين بلاكه للدار البيضاء. ما يعرفوش اللي كان فما واحد المعماري ياخذ واحده مغربيه تعيش في الكيف باش ما تحسش اللي بلادها بعيد عليها برشا، عمل لها البلاكه هذيك. نقول انا الكيف يبدا بقصه حب. يبدا بقصه حب. هذه مثلا لونطري، وبعد نحكي على شنو الموجود في الكيف في النهاية اللي تابع هذا النقاش كامل غادي يلاحظ بوضوح أن الصورة تبدلت بزاف في شمال إفريقيا، والمغرب ولا حاضر بقوة في الكلام ديال الإعلام الخارجي، وحتى عند ناس كانوا زمان كيشكوا في التطور اللي وصل ليه. اليوم المغرب ما بقاش غير بلد سياحي، بل ولا مشروع إقليمي كيخدم على الصورة وعلى الاقتصاد وعلى الحضور الثقافي والدولي بطريقة مدروسة. الاعترافات اللي سمعنا ما جاتش من فراغ، ولكن من واقع بدا كيبان في المهرجانات، في الاستثمارات، في السياحة، وحتى في طريقة التعامل العالم مع المغرب. كاين فرق كبير بين دولة كتعيش على الذكريات ودولة كتخدم على عام باش تطور راسها وتفرض مكانتها. المغرب دار خطوات خلات بزاف ديال الناس يعاودوا النظر في الصورة القديمة اللي كانت عندهم عليه، والأهم أن هذا التغيير ما بقاش محصور داخل المغرب فقط، بل ولا كيتقال في إعلام دول أخرى بأصوات ما كانش حتى واحد كيتوقعها. أكيد كل دولة عندها تاريخها وقيمتها، ولكن الواقع كيقول أن المغرب عرف كيفاش يسوق راسه بذكاء ويصنع صورة قوية قدام العالم.